مصر خط أحمر. الجيش، الشرطة، الشعب، الزعيم، القائد، الرئيس المصري، كل دول خطوط حمراء. تراب مصر خط أحمر. أنا طول عمري بطلع، عمري ما قلت لفظ خارج، وعمري ما اتكلمت في أي حاجة تدين حد، لكن مع احترامي لكل الشعوب اللي أنا هذكرها، كل البلدان وحكامها، سواء كانت الجزائر، تونس، الأردن، المغرب، العراق، لبنان، أي دولة من دول على راسي وتحيا الوحدة العربية. لكن أي كلب من أي دولة هتسول لي نفسه إنه يقرب أو يمس بكلمة ما تعجبناش رئيسنا أو جيشنا أو بلدنا، والله ما ليه إلا دي. أهو ده تمام. أي حاقد، مصر خط أحمر. مصر طول عمرها أسيادكم، مصر طول عمرها أوياكم، مصر طول عمرها ظهر وحماية للكل، مصر طول عمرها الحصن المنيع والدرع الواقي لكل الدول العربية. فأي حد هيزايد على موقف مصر تجاه فلسطين هقول له اركن على جنب، برضه تمامك زي ما قلت لك. محدش يزايد على مصر. مصر في المقدمة في كل حاجة، لكن مش عشان انت باعت لي قافلة الفخوخ زي ما انا قلت قبل كده، وما انا مش هدخلها. انا حر في سيادة ارضي، احنا حرين في سيادة الارض، كل واحد حر في قانونه. ما دخلوش من عندكم ليه؟ ما عندكم البحر، خشوا من طريق البحر، البحر مفتوح، اي حد عايز يعمل مساعدات يروح. انما لازمتها ايه البروباجندا والشو اللي انتوا عاملينه؟ الا لو نواياكوا غير وليكوا اجندات بتنفذوها. مصر خط احمر. زمان قوي في 2008 سافرت المملكة العربية السعودية. انا من عشاق بلاد الحرمين، والله العظيم صدقا يعني. المهم عملت مشكلة مع ضابط سعودي، وانا بقول هو يمثل نفسه، ما يمثلش غير نفسه بس. فشتمني، فقلت له جزاك الله خير. شتمني تاني، قلت له الله يرحم والديك. وراح شتم على مصر. انا عملت له 3 عاهات مستديمة. جيت ازاي بقى؟ دي بقدرة ربنا. ضابط تاني سعودي هو اللي نجاني بعد ربنا سبحانه وتعالى من تحت ايده، وخرجت من هناك بقدرة قادر. فأي حد هيزايد على تراب البلد دي وإخلاصها ودعمها للقضية، صدقني يا إما ليك مقاصد غير، يا إما ليك أجندات غير، يا إما أنا آسف في اللفظ أنت حمار ما أنتش فاهم حاجة. لما تفهم اتكلم، وإلا روح على بلادك واتكلم. والرئيس السابق لدولة تونس الشقيقة، تونس الخضراء على راسنا من فوق، الرئيس السابق اللي بيتكلم على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يكفي ان اقول لك ان هو سيدك، ويكفي ان انا اقول لك انك حقيقي ما ينفعش حتى تمسح جزمته، لانك اقل من كده. اي حد هيزايد على حب مصر للقضية وعلى دعم مصر للقضية وعلى موقف مصر ورئيسها وجيشها وشعبها وشرطتها، اقسم بالله مالك الا الجزمة. ايا كان انت مين، خلاص ولا عهد السكوت. اي كلب هيجيب سيرة مصر ملوش الا الجزمة. واقسم بجلال الله، اقسم بجلال الله اشوفك كده وش لوش، لان من ورا الشاشات ده كلام ملوش عازة. تعالى بقى عندنا الصعيد واحنا نوريك كرم الضيافة هنا عامل ازاي، وفعلا اخد الحق يبقى عامل ازاي. ولو عايزنا نجيلك لحد عندك ما عندناش مشكله، لان عارفين لان للاسف اللي بيتكلموا كده ما هماش رجاله اصلا، سواء كانوا مسيسين او كلاب مأجورين، كانوا ستات. ولو هم ستات فعلا او ذكور ما ينفعش اقول عليهم رجاله. بلاش مصر بالذات، وانا اسف اذا كنت تجاوزت في اي كلام، لان مصر ما هياش لعبه. مصر يعني جاءت ثم جاء التاريخ. هذا وكذا.